السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل ليلة الجمعة إذا كانت وترية تكون ليلة القدر؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله عز وجل أن يغنمكم جميعا محبته ورضوانه، وأن يجعلكم من الفائزين بليلة القدر ومن المعتوقين من النار، وأن يجعلكم من أهل الجنة، اللهم آمين. من المعلوم يا حبايبي أن ليلة الجمعة هي من أعظم ليالي الأسبوع، وذلك لأنها الليلة التي تسبقها طاعة مهمة وتليها طاعة مهمة أيضا، فيسبقها صيام يوم الخميس سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، ويكون في اليوم التالي صلاة الجمعة، واليوم الجمعة بيبقى فيه ساعة إجابة اللي هي الساعة اللي قبل المغرب، بل وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. لكن أنا قلت لحضراتكم قبل كده لو تفتكروا إن إحنا لا ينبغي أن ننشغل بإن ليلة القدر إمتى، يا ترى الليلة دي ولا اللي جاية ولا اللي بعدها، بل ننشغل في المقام الأول بإن إحنا نفوز بمحبة الله ورضوانه سبحانه وتعالى. ولذلك نجتهد في كل الليالي الوترية والزوجية. مش مهم عندنا بقى ليلة القدر جت امتى، ليلة 21 ولا 23 ولا 27 ولا امتى، لا احنا اجتهدنا في العشر الأواخر، فيقينا ليلة القدر مش هتخرج عن العشر الأواخر. تمام كده؟ يبقى احنا بنجتهد في كل ليالي، وهذا فعل المحب. فعل المحب انه ما بينقيش، فعل المحب انه يفعل كل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فلو فزنا بمحبة الله ورضوانه يقينا أكرمنا بليلة القدر وأعتق رقابنا من النار وجعلنا من أهل الجنة. لكن على العموم أنا أوصيكم في هذه الليلة بالذات بزيادة الاجتهاد، فقد تكون فعلا ليلة القدر. فقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة عن بعض السلف أنه إذا كانت ليلة الجمعة ليلة وترية فقد تكون ليلة القدر. وطبعا احنا بنقول، وهذا من باب الأمانة العلمية، ليس عندنا دليل على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة، ما عندناش دليل من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهادات بعض أهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فعلينا أن نجتهد. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا أن نتحرى ليلة القدر في الليالي الوترية صلى الله عليه وسلم، وذلك من باب التخفيف علينا. لكن طبعا إحنا الحمد لله رب العالمين يعني بنقتدي ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يجتهد، لا أقول في العشر الأواخر من رمضان، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك عبادة أبدا طوال العام بل طوال العمر، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. الليلة ديت كتروا فيها على قد ما تقدروا، نوعوا في العبادات، كتروا فيها من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن ذكر الرحمن ومن الاستغفار، وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمرنا أن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. وأوصيكم أيضا اقرأوا قل هو الله أحد على قد ما تقدروا، لأن قل هو الله أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن. فلو قرأناها 3 مرات كأننا ختمنا القرآن، لو قرأناها 90 مرة أو قرأناها 30 مرة كأننا قرأنا القرآن 30 مرة في ليلة. لو وافقت ليلة القدر يبقى هيتكتب لنا كأننا ختمنا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى 10 مرات في هذه الليلة على مدى أكثر من 1000 شهر بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.